الله يسأل ملك الموت، قال يا ملك الموت ألم تبكي مرة وأنت تقبض روح إنسان؟ فقال ملك الموت ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة. فقال له الله ومتى ضحكت؟ قال ضحكت يوم أن كنت أقبض روح إنسان ووجدته عند صانع أحذية، وهو يقول لصانع الأحذية أتقن صنع هذا الحذاء فأريد أن أستخدمه لسنة قادمة، فضحكت وقبضت روحه قبل أن يلبس ذاك الحذاء. قال له الله ومتى بكيت؟ قال بكيت يوم أن ذهبت إلى امرأة لكي أقبض روحها فوجدتها في صحراء جرداء ولم يكن معها أحد، وكانت تضع مولودها فانتظرتها حتى وضعت مولودها فقبضت روحها وأنا أبكي لصراخ طفلها الذي ترك وحيدا في هذه الصحراء الجرداء. قال له الله ومتى فزعت؟ قال فزعت يوم أن أمرتني لأقبض روح رجل عالم، فعندما ذهبت إليه وجدت نورا عظيما يخرج من غرفته، فعندما اقتربت منه فزعت من ذاك النور فقبضت روحه وأنا مفزوع. فقال له الله أتدري من هذا الرجل الذي فزعت من نوره؟ قال لا يا رب. قال ذاك الطفل الذي قبضت أمه في تلك الصحراء وترك وحيدا، فأنا تكفلت برعايته وبحفظه. فاللهم تكفل بأطفالنا وتكفل بنسائنا الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.